بزنازة مغاربة هزوا 10 كيلو ديال الغبرة من البرتغال، بالضبط من مدينة لشبونة، وخاصهم يوصلوا هاد 10 كيلو ديال الغبرة لمدينة روتردام في هولندا. وطبعا كانوا هما جوج مغاربة صحاب بزنازة، وفاش شارجاو ديك الغبرة وجايين في حالاتهم غاديين لروتردام، وصلوا للنواحي ديال سيبيا. كان عندهم واحد الباراتو يعني جي بي اس موي بروفيسيونال، ماشي اي واحد يقدر يشري، غالي بزاف. كيقدر يعلمك بالبوليس والغوارديا سيفيل قبل بكيلومتر تقريبا، كيقول لك راه النقطه الاستراتيجيه في البلاصه الفلانيه، راه كاين واحد الكونترول كدا رد البال وهذا. فهما يعني هذاك الجي بي اس علمهم، يعني علمهم، عطاهم اشارات وهذا، فهما تقلوا وهبطوا لواحد الغاسولينيرا، شربوا قهوه وهذا، كيتسناو داك الكونترول يمشي من تما. بالفعل فاش مشى داك الكونترول هما بداو غاديين شادين الطريق. كان ديك الساعه وصلت شي 3 د الليل، كتخرج لهم واحد خيتي، يعني يلاه غيشدوا لوطوروت، واحد خيتي دارت لهم اوتوستوب، يعني كتبان قاوريه زوينه وطويله وهذا وشعرها طويل وكذا. فوقفوا ليها، ملي ركبوها قالت لهم انا غادا في الطريق هذا، غير ديوني في طريقكم نيت ونقول لكم فين تحطوني وهذا وهذا. قالوا لا صافي طلعي، ولكن هي هضرت معاهم بالمغربيه. هما تفاجئوا، قالوا لها انت ما كتبانيش مغربيه. قالت لهم كنهضر المغربيه والصبليونيه وهذا، ولكن هما شدتهم واحد الهيبه من هاد السيده هذه، بقاو مستغربين فيها وهذا. فالمهم ما طولوش مع الهضره، بقاو غاديين قالوا نديروا في هاد السيده الخير باش الله يعني يفتح علينا نوصلوا بخير وعلى خير لروتردام وهذا. طبعا وصلت لواحد البلاصه بالضبط في لوطوروت، قالت لهم وقفوني هنا، وهي تقول لهم شفتوا هذيك الشجره، راه تما فين قتلوني، بحال قالتها لي. اي ميان ماتادو بالصبليونيه، قالتها بالعربيه ومن بعد قالتها بالصبليونيه، وغبرت ما بقاوش لقاوها. البزنازه تلفتوا، هي كانت جالسه اللور ما لقاوهاش، ركب فيهم يعني برد لهم ما في الركاب، صافي تصدموا يعني ما يعني غاديين كيقفقفوا وخدموا القران وهذا. ولكن قال لك سبحان الله السلعه وصلات بدون اي مشكل. وهما كيقولوا جنيه ولا كيقولوا معاه، ولكن هي في الحقيقه هذيك روح. اي انسان كيتقتل مظلوم، الروح ديالو كتبقى معانا، غير حنا ما كنشوفوهاش، يعني بحال الشهداء، يعني احيانا عند ربي مرزقون، لكن حنا ما كنشعروش، ولكن لا تشعرون. يعني علاش؟ لحقاش كيتسنى الله ياخذ ليه حقه، وفي الغالب يقتل الروح كيموت مقتول غالبا. وهذاك كيشوفوا كيفاش كيتقتل، سواء كان سلطان امير ملك، دائما كيقتل الارواح كيموت مقتول، يعني هذه معروفه يعني. او لا انسان عادي كيف ما يكون ملي كترجع للنهايه ديالو كتلقاه مات مقتول، هذه مجربه، لانه كيكونوا بزاف ديال الارواح يعني خاصهم حقهم سبحان الله. وبين شرفوا قصص هاد البزنازه هادو، وكنوجهوا لهم تحيه وشكرا لكم.